إمتى تعيّن الموظف، وإمتى إمم. تقرر إن الموظف ده ما يبقاش جزء من هوية الbusiness بتاعك. ليه أصلًا يا مروان الموضوع ده مهم؟ يعني ليه أنا محتاجة أفكر إمتى hire وإمتى fire؟ ما طبيعي يعني إن أنا هاعين الموظفين، طبيعي إن لو الموظف مش مأدي الحاجة اللي أنا متوقعاها مش هيبقى جزء من الهوية بتاعتي. بالاقي ناس كتيرة لمّا بييجي عندها مثلًا بدأت إن هي يعني تشد حيلها شوية في المنتج، بتبدأ إن هي تعيّن ناس كتير، أو تبدأ إن هي تscale، وده دايمًا بيبقى scale زائف، لإن هو مش مبني على أُسس هتستمر للمستقبل، ولكن هو مثلًا في لحظة accident حادثة حصلت، فظهر عندك في profit كتير، فقال لك إن أنا هاوسّع وأجيب ناس and so on، وبتلاقي بعد فترة من الفترات الدنيا بتقع، وده أنتِ بتشوفيها في شركات كبيرة ومتوسطة على مستوى العالم. بيحصل فيه كده spike بتحصل وبعد كده الناس بتقع. وكمان في نفس الوقت في ناس decent زي حالاتنا كده قلبهم ضعيف في فكرة إن هم يfire، فبيشيل هَم صح. على هَمّه، يعني بيشيل هَم موظف مش قادر إن هو بيأدّي له النتيجة ومش عارف إن هو يfire them عشان هو إمم. طيب ومش قادر، فاهمة؟ فأنتِ صح. بتشوفي الاتنين دول وحابين إن إحنا نتكلم النهارده عليهم يعني.